راديو هيفي اف ام، أسعد الله أوقاتكم. في حلقة اليوم من الزاوية البيئية نتعرف على موضوع تدوير النفايات، فأهلا بكم. مستمعينا الكرام، تدوير النفايات هو إعادة استخدام المخلفات لإنتاج مواد أخرى، وغالبا ما تكون أقل جودة، وهو موجود في الطبيعة. ففضلات بعض الكائنات الحية تعتبر بمثابة غذاء لكائنات حية أخرى، وقد مارسه الإنسان القديم منذ العصر البرونزي، حيث كان يذيب مواد معدنية لتحويلها إلى أدوات أخرى. مستمعينا الكرام، لعملية تدوير النفايات فوائد كثيرة، أهمها: 1. تحمي الموارد الطبيعية من النفاد وتحافظ عليها من خلال إعادة استهلاكها بشكل متكرر. 2. التدوير يساهم في تقليص كميات النفايات وما لها من آثار سلبية، مثل انبعاث الروائح الكريهة وإيذاء النظر وتشويه القيمة الجمالية للطبيعة. وقد كان الحرق هو الوسيلة المثلى للتخلص من هذه النفايات، وهذه العملية تساهم بدورها في ازدياد التلوث البيئي وعدم الاستفادة من مكونات النفايات مرة أخرى. 3. توفر فرص عمل جديدة من خلال فتح قطاع آخر للعمل. مستمعينا الكرام، مستوى توليد النفايات ما بعد الاستهلاك الأولي يشكل تحديا كبيرا للإنسان والبيئة على حد سواء، وقد تكون العادات الاستهلاكية السائدة مثل شراء الأشياء الطازجة والمعلبات من كل نوع والزائدة عن الحاجة هي من العوامل المساعدة في ارتفاع حجم النفايات. فالمواد الغذائية مثلا وصلت إلى ذلك المستوى الذي علبت أغلبها بما فيها الطبخات المحلية. مستمعينا، رغم أن التحول من الصناعات الثقيلة والتي تطلب قدرا كبيرا من استنزاف المواد الطبيعية إلى اقتصاد الإلكترونيات والذي يتطلب أيضا حدا أقل من هذه المواد، رغم ذلك ازداد حجم النفايات والتلوث في فترة بين عام 1975 وحتى عام 2000 بنسبة 28% في الدول الصناعية. وينصح في هذه الدول المتقدمة على أن تكون بداية التدوير في المنزل، فكل الأفراد يمهدون لعملية التدوير من خلال فرزهم لنفاياتهم المنزلية، فالمواد الصلبة في سلة، والورق في سلة أخرى، والبلاستيك في سلة، وهكذا. وهذا يساهم بدوره ويوفر على الدولة آلاف الدولارات أثناء عملية التدوير. مستمعينا الأعزاء، إذا كانت مجتمعاتنا لم تصل بعد إلى مستوى توفر هذه الصناعات وهذه العقلية المساهمة في إفادة المجتمع ككل، ولكن الأمر يتطلب منا أن نكون على قدر من الوعي ونبذ العادات الاستهلاكية من الشراء الفائض عن الحاجة وخلط النفايات بشكل عشوائي في المنزل، لنؤسس كمجتمع لعقلية حضارية قد نحتاجها في مرحلة معينة من تطور مجتمعنا. مستمعين الأعزاء، لعملية تدوير النفايات شعار عالمي على شكل مثلث و6 أسهم تدور باتجاه عقارب الساعة، وتوضع على تلك المنتجات الناتجة عن عملية التدوير، والغاية من ذلك تنبيه المستهلك إلى أن المادة التي يشتريها هي من نتاجات عملية إعادة التدوير. إلى هنا مستمعين الكرام، وتنتهي حلقة اليوم من الزاوية البيئية، ودمتم في خير.